كمان شنطة، ومستغرب انه الشنطة ما هي مسك مع انه متحركة. يعني الصراحة لازم تكون الخوذة والشنطة مسك، لماذا؟ لا نعلم. بنتذكر هون عندنا في عندنا كمان اللي هو شكل الطاوة، بالاضافه في عندنا كمان سكن لسلاح الدي بي. يا اخي ليش بس دائما بيهتموا بسكنات الدي بي؟ تلاقي الشكل بيكون كتير حلو. في عندنا كمان سكن للشوت جان، بالاضافه في عندنا سكن للاوزي، وفي عندنا قنبله. هيدي القنبله راح تكون خصائصها نفس خصائص سلاح السكار القابل للتطوير. اذا انت حصلت على السكار والقنبله، طورت السكار راح تتطور معك القنبله. بالاضافه كمان راح يكون معنا طياره، والطياره هالمره شكلها مختلف، راح يكون معها تسجيل دخول. يعني انت كنت قائد الطياره، فراح يكون لها مثل شغل رسالة القتل نفسها، بس ولكن أول ما راح نطلع في كوش من المدرسة، يلا نطلع في الطيارة راح يظهر اسمك، مثلا جميع الباكج بشكل كامل مثلا نحصل على الهاشتاج. فغالبا هيك راح يكون عندنا نظام العجلة نوعا ما شبيه بالبدلة، إذا تذكروا اللي عبارة عن أشكال ديناصورات، ولما نحصل على جميع الديناصورات حصلنا على قرص بنرميه وبنحول الناس لشكل ديناصور الأخضر إذا تذكروا. وبالنسبة لبدلة إكس اللي راح ترجع معنا بداخل العجلة، فهي البدلة بدلة الجوكر راح ترجع معنا في داخل العجله. راح يكون في عندنا سلاح السكار القابل للتطوير، اللي هو صار في عندنا خطا اذا بتذكروا نزلت لكم لما نزل عندنا بتحديث 60 ميجا، نزل عندي فيه المختبر، واذا بتذكروا استعرضته معكم حكيت شو القصه ليش نزلوا لنا اياه، فطلع اخر شيء خطا والشركه رجعت شالته من اللعبه لبين ما ينزل عندنا. طبعا بالنسبه للعجله مثل ما خبرتكم راح تنزل عندنا بتاريخ 7 اكتوبر اللي هو 7/10، يعني 7 الشهر القادم راح تنزل عنا ان شاء الله. واذا حدا حابب يفتح العجله ونشوف كيف ومقبول، واحتمال كبير ترجع